السؤال لأن قضية المصطلحات مهمة جدا. صحيح. فقط كإضافة إلى ما قاله الأستاذ والرفيق والأخ محمد بوري عندما تحدث عن الجواسيس، أنا أيضا كنت ضحية جوسسة فوق التراب الألماني. السلطات الألمانية، تناولت هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، السلطات الألمانية اعتقلت جاسوسين مغربيين تابعين للمخابرات الخارجية المعروفة اختصارا بلانجين، كانا يتبعاني يعني منحوا عني معلومات سرية عني. أنا لم أكن يعني السلطات الألمانية هي التي أخبرتني بالأمر. يعني بالمناسبة هذا نموذج بسيط عن تحركات مشبوهة يقوم بها المخابرات المغربية المسمى بالمخابرات العابرة للقارات، وهي أساليب يعني تصطدم مع المواثيق الدولية واحترام السيادة إلى آخره. بالنسبة لسؤالك أستاذي الفاضل، المصطلحات تلعب دور مهم. لهذا أول كلمة قرأتها عندكم هنا قبل تقريبا سنة، كان ذلك في نوفمبر الماضي، ركزت على كلمة مهمة من أجل أن يفهم الجميع مغزى هذه القضية التي مورس عليها التعتيم لمدة 100 سنة. قلت حرفيا أننا كأبناء الريف لا نسعى إلى الانفصال لسبب بسيط، أننا لم نكن يوما ننتمي إلى هذه الدولة. لهذا كان العنوان البارز للندوة حينها استعادة الشرعية واستعادة الاستقلال. نحن لسنا انفصاليين ولا حتى استقلاليين. الاستقلال حصل عليه أجدادنا قبل أكثر من 100 سنة. ما نسعى إليه الآن هو إعادة ما سلب منا، إعادة ما سرق منا، إعادة ما صودر منا، وهي أرضنا وحريتنا واستقلالنا وشرعيتنا وكرامتنا. العالم كله من وجهة نظر لا أعتقد أن هناك من لا يعرف الريف خاصة الأوروبيين، لكن ربما هذا السؤال سيأتي يعني في وقت لاحق. لكن باختصار، الريف بلد محتل. إسبانيا تعلم ذلك، لأن إسبانيا هي التي منحت الريف للمغرب سنة 1956. فرنسا تعي ذلك لأنها ساعدت إسبانيا على القضاء على الجمهورية الريفية. الغرب كله يعلم جيدا أن الشعب الريفي شعب محتل، أن الأرض الريفية أرض مستعمرة. لكن هذا الحديث يقودنا إلى بعد آخر، وهو هل وصلنا اليوم إلى تدوير القضية أن تصبح أممية تدخل لما لا اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار سيد الغديوي؟ لا شك في ذلك. الهدف الأسمى من كل تحركاتنا هو تدوير القضية الريفية، التعريف بها على المستوى العالم، حتى العالم يعني يعرف أن هناك شعب محتل. الخطوات القادمة واضحة وتحصيل حاصل، وهي إدخال الريف إلى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بدون أن يعني العودة إلى الماضي. الأمم المتحدة على علم أن الريف قرر الاستقلال قبل أزيد من 100 سنة، وأقول ذلك لأنه بتاريخ 1923 محمد بن عبد الكريم الخطابي راسل في إعلان ما يسمى حينها بعصبة الأمم، الرسالة تاريخية واضحة معروفة يخبرهم فيها أنه